علشان الكلام ده ما ينبلعش. ولو سما المصري ناوية تتوب بجد، خليكي فاكرة ان التوبة مشروع مش نكتة. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. مش عجيب احط اي طرح على شعري دلوقتي. استروا عليا ربنا يخليكم. اللي عنده حاجه وحش ليه يشيلها، اللي عنده فيديو وحش ليه يشيله، اللي عنده فيديو وحش ليه عريان يشيله. انا مش عارفه اعيش. ربنا شاهد عليا، انا كل يوم بقول انا ابقى كويسه ويجي الشيطان يركبني بالليل، انا تعبانه. ربنا يخليكم ويخليكم عيالكم ويخليكم كل حاجه حلوه في حياتكم، تشيلوا اي حاجه وحشه ليا. انا خلاص، انا ربنا تاب عليا يا رب والنبي، اقبلها مني يا رب والنبي. حبيت اقول لكم كده، انا خلاص مش هبين شعري تاني، ولا باين جسمي تاني. طب دقيقة، ما فهمتش، عاوز تفسير بقى. هو حضرتك مش كنتي لسه عاملة ريلز بنفس اللبس اللي انت لابستيه وبتقولي عنه غلط؟ طيب، نحن عائلة مكونة من 50,000 شخص، والهدف نوصل 100,000. اسم البرنامج أنا اخترته، بس المحتوى أنتوا بتختاروه بالتعليقات. مشان هيك هاي الحلقة بدكم تحضروها للآخر، حتى لو كنتوا بعزة تتركوا وبتطلعوا وبتحضروا الحلقة. وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا هبل ما ينبلع. بالصين كل يوم بيخترعوا شيء جديد، الا عنا كل يوم بيطلع واحد اخرم الثاني. من يوم ما انشهرت سما المصري لحد هلا بنعرفها رقاصه، تابت من فتره وبعدين رجعت للرقص. هي فلتانه اصلا. هاي المخلوقه بتتعامل مع التوبه على انها فلتر، بتحسها مش مقتنعه ابدا انه التوبه قرار والتزام. بتكون قاعد بامان الله، ايه سما المصري طلعت ترند يا رجل. طيب مين تاب؟ هبلتينا والله. ترمي بلاكي على الشيطان بفضح عرضك. تمام، الشيطان شغلته يوسوس، بس مش عنده باور يخلي اي بني ادم يعمل الغلط غصب عنه. رب الكون بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا. تمام، اجتنا بتوبتها السابعة والاخيرة يمكن. للأسف سما المصري كل شوي تعيط وتقول أنا تايبة، وبعد أسبوعين تلاقيها عاملة انفولو للتوبة. بقت مصابة بغيبوبة التوبة المجنونة، وكل مرة ترجع تقول أنا توبت. تخيل مثلا معايا لو كل مرة غلطت فيها وقالت أنا توبت وبعد يومين عملت نفس الغلط، يبقى ده اسمه ايه؟ تبقى تايبة من الترند مش من الذنب. دموعها اللي نزلت في اللايف شبه اعلان شامبو ضد التساقط، او برومو لفيلم درامي عن واحدة بتتوب 7 مرات وبتفشل كل مرة. يعني دموع HD بس المحتوى 144 ب 2020 طلعت وحكت انا غلطانة ومش هرجع تاني. 2021 انا اتغيرت بعد السجن. 2022 انا ستي محترمة وعاوز البس حجاب. 23 انا دخلت في علاقة جديدة وهبطل السوشيال. 24 انا بقيت انسانة. 25 استروا علي اللي عنده فيديو وحش ليا يشيله. يعني التوبة عند سما المصري كل سنة زي العيد الكبير، بنستناه بس عارفين انه بيجي وبيخلص على طول. تضحكوش ليه؟ سما مش بتتوب، سما بتعمل ريبراندينج. زي ما نجم المهرجانات بيقول انا اتجهت للفن الهادف، وفي الاخر يعمل دويتو مع ارض في الملاهي. الجماعة اللي بيكتبوا بالكومنت ربنا يهديكي يا سما، احنا وراكي ومعاكي، ربنا غفور. ده نفس الشخص اللي كل شوية بيقفل التكييف وبيفتحه عشان نفكر انه بيوفر في الكهرباء. اكيد لبخة يا عم ده مش تكييف ودي مش توبة، ده تسويق لموسم جديد. يعني حرفيا سما تتعامل مع التوبة كأنها السيرفر اللي بتحمل عليه ملفاتها الجديدة. لو فعلا ندمانة احذفي كل حاجة، اطفي النور، اقعدي مع نفسك. بس طول ما في ترند وفي اعلان وفي متابعة تبقى اسمها توبة تيك توك. اكتر حاجة مسجونة فيها سما مش سجن القناطر، لا دي مسجونة في خيالها ان الشهرة اهم من الكرامة. كل ما حد ينتقدها تقول ما تحكمش عليا، ربنا بس اللي بيحاسب. بس اول ما الترند ينزل تطلع هي بنفسها تحكم على غيرها بفيديو جديد. يعني انت ربنا وعشان تحكمي؟ لنفترض توبتك صادقة، كان لازم يكون اول قرار قفل الفون وتبعدي سنة كاملة. لكن اللي بيحصل انك بتغسلي وجه الترند وتنزليه بنفس الريحة. بنجيب الترند نحممه وننزله بنفسه. كل لايف من لايفات التوبة موجود فيه راعي رسمي وتعاون مع صفحة اخبار وعنوان جذاب، ونفس البوست يلي بيبدأ دائما
بأنا آسفة. يعني سما المصري أصبحت الوجه الإعلامي للتوبة بطعم البروباغندا. بلاوي أرشيفية في المحكمة. سنة 2020 سما المصري اتحكم عليها بالسجن في قضية تحرش لفظي بالإعلامية ريهام سعيد. تحرش لفظي، يعني الست بترمي كلام اكتر من شركة الاتصالات. وفي 2021 اتسربت ليها فيديوهات خاصة جدا جدا جدا، وبدل ما تنفي قالت يمكن ما يكون حد شبهي يعني. ودي كانت اول مرة في التاريخ تهمة تتحول لمسلسل تركي. اتهمت ناس كتير بألفاظ قذرة، وقالت انا شخصية صريحة مش بخاف. من اشهر ترنداتها كانت بلاش بوسة في البلكونة، وانا بحب البطيخ، وشوفي اصبعي الطويل. سؤال بريء مني شخصيا، هي كانت تعمل محتوى ولا تقدم نشرة اغراء؟ ما فيش مرة نزلت فيها محتوى الا وكان فيه عناوين شبه انا لابسة كده علشان الجو حر، وانا لابسة ده مش اغراء، دي جلابية جدتك مين؟ مدام روبي؟ طب ليش الناس زهقت منها؟ علشان خلاص بقت روتين، تظهر تعمل ترند، تشتم، تعيط، تقول تايبة، ترجع تاني. الناس زهقت، قرفت من الحلقة دي مش قناة، دي مزرعة دود. سما المصري قالت ان انا مش عارفة اعيش، ربنا شاهد علي، انا كل يوم بقول انا هبقى كويسة ويجي الشيطان يركبني تاني بالليل، انا تعبانة. طيب حلو قوي ماشي، الشيطان ركبك، بس ليه بتعطي الدركسيون وانت بتركبي جنبه؟ ما تجربي مرة واحدة بس انك تسوقي فيه، بلاش هو يسوق فيكي. يعني انت دلوقتي بتبرري كل حاجة غلط بالشيطان بيضحك عليا. طب واللبس والحركات الجنسية المثيرة والضحك اللي ملوش معنى ده ابليس نفسه قال في اجتماع الجحيم انا كنت بوسوس بس هي كانت بتنفذ اسرع مني. يا سما يا مصري، الشيطان معذور، انت موهوبة في التنفيذ. بس خليني اقولك على معلومة بجد، الشيطان فعلا بيزين للناس المعصية زي ما قال ربنا وزين لهم الشيطان أعمالهم. بس ربنا برضو ادانا العقل والضمير، يعني الموضوع مش أوامر شيطان وخلاص، المفروض في فرامل انذار، تحذير، إشارات حمراء، انت مش بتكسريهم بس انت بتدعسي عليهم. عموما يا مدام، الشيطان بيضحك على الناس كلها، بس هو ما عنده باور يخلي أي بني آدم يعمل الغلط غصب عنه. يعني انت بتتصوري وانت مش لابسة تقريبا، وبترقصي وتغني وتلعبي رياضة بلبس مثير، وبعدين تطلعي تقولي انا كنت ناوي اعمل حاجة كويسة بس الشيطان خدني على غفلة. غفلة مين؟ لو عايزة الناس تصدقك خدي اجازة من الميديا مش من اللبس، لانك لو فضلتي بالشكل ده هتتوبينا بالعافية واحنا اصلا مش ملتزمين. ونصيحة حقيقية من برنامج هبل ما ينبلع، الترند مش هيدخلك الجنة، والفضيحة مش فن، ولو كل مرة غلطتي وقلتي هتوب يبقى دي مش توبة، ده ريستارت لموبايل خربان. عرفتوا شلون؟ انا برش على العفن كلور، وانتوا رشوا على الفيديو لايكات واشتراكات، وبوسع على الخد لكل واحد فعل الجرس علشان الكلام ده ما ينبلاش. ولو سما المصري ناوية تتوب بجد خليكي فاكرة ان التوبة مشروع مش نكتة.